فيها بهدف لواحد، ومباراة البيرو التي تعادل فيها سلبا بدون أهداف. يحافظ على دينامية الانتصارات، يحافظ أيضا على تصنيف الفريق الوطني الذي يوجد اليوم في صدارة المنتخبات الإفريقية على مستوى تصنيف الفيفا. وأيضا تكون المباراتان معا فرصة للفريق الوطني، فرصة لوليد الركراكي تحديدا أنه يهيئ الالتزام القاري الكبير جدا اللي كينتظر الفريق الوطني مطلع سنة 2024 بكوت ديفوار، حيث غيكون الفريق الوطني منتظر من طرف الجميع، من طرف كل الافارقه، من طرف كل متابعي كره القدم الافريقيه، منتظر لكي ينافس بقوه على اللقب الافريقي اللي لا يوجد منه الا نسخه واحده للفريق الوطني، هي اللي كتعود لسنه 1976. اذا في افق التحضير لهاتين المباراتين الفريق الوطني بطبيعه الحال غينتظم بداية من 11 من يونيو، عندما سيكون اللاعبون المغاربة قد أنهوا بكاملهم يعني التزاماتهم مع نواديهم على مستوى الدوريات الأوروبية أو حتى الدوريات ديال الخليج العربي، ويبدأ الفريق الوطني تحضيراته. بطبيعة الحال قبل هذا التقديم أو الكشف على هذه اللائحة ديال الفريق الوطني، كثر الحديث حول انه وليد الركراكي يريد ان يريح بعض العناصر الوطنيه التي لعبت يعني بمعدلات كبيره جدا، سواء عند التحضير لكاس العالم من خلال المباريات الثلاث الوديه اللي جراهم الفريق الوطني سواء في اسبانيا او في الامارات العربيه المتحده، او مباريات نهائيه كاس العالم، او حتى المباراتين الوديتين اللي خاضهم امام البرازيل والبيرو، اضافه الى العدد الكبير من المباريات اللي خاضوها اللاعبين الدوليين المغاربه مع نواديهم، سواء على مستوى الدوريات المحليه او ايضا على مستوى الكؤوس الاوروبيه. ف الكثير قال على ان لا ربما وليد الركراكي غادي يمشي في اتجاه انه اراحه بعض اللاعبين الثوابت البشريه القويه، غادي يحاول يريحها، ربما يعطيها مباراه الراس الاخضر ويريحها خلال مباراه جنوب افريقيا، او يريحها من المباراتين معا. والكل يعرف على انه الكثير من هؤلاء اللاعبين الان كي يوجدون في مفترق الطرق، على اعتبار ان الكثير منهم يا اما يريد ان يغير الفريق على غرار حكيم زياش يعني كمثال كبير وواضح، او على غرار مجموعه من اللاعبين اللي كيتلقاو عروض كبيره جدا من انديه وازنه، على غرار سفيان امرابط، على غرار ايضا نايف اكرد، على غرار ايضا غانم السايس، على غرار ايضا حكيم زياش هو ايضا اللي مطروح عليه الكثير من الخيارات. فاذا تقال الكلام، ولكن في النهايه وليد الركراكي حافظ على الثوابت البشريه، حافظ على النواه الصلبه ديال الفريق الوطني، نادى على 28 لاعبا. يمكن نقدم لكم على السريع ملاحظات على اللائحه والاقتناع الكامل من انه وليد الركراكي متطابق مع نفسه، متطابق مع المعايير التي يضعها في اختيار اللاعبين، ومتطابق اكثر مع رغبته في انه يعطي للنواه الصلبه ديال الفريق الوطني فرصه لتزيد من تلاحمه، لتزيد من تماسكه، لانه اذا ما اعتبرنا على ان هذه المباراتين يعتبران في طقوسهما الافريقيه بمثابه تحضير الفريق الوطني لنهائيه كاس افريقيا الامم اللي غتجرى مطلع العام القادم بالكوت ديفوار، فلماذا التخلي على